خالص نتشتم. ادينا النادي المصري، المرغني واحمد مجدي، وكانت انديه كتيره جدا، مصممين ان هم كانوا نفسهم ان احمد مجدي والمرغني يروحوا فيها، انديه كبار وانديه عندها فلوس كتير. ما رضيناش، قلنا الاولويه للنادي المصري. تمام. طب انت شايف ان انتوا لو انتوا محتاجين احمد مجدي والمرغني كنتوا هتسيبوهم للنادي المصري، ولا انتوا يعني كده مش محتاجينهم في الزمالك؟ عندي عروض احسن. فعندك عروض انديه ثانيه. انا عندي عروض احسن ان احمد مجدي والمرغني من الناحيه الماديه اكتر من النادي المصري. طبعا. بس حبكم في النادي المصري، حبنا في النادي المصري. بس احمد مجدي كان عقده خلاص خلص. لا، فاضل له سنه. يعني احمد مجدي على قوه الزمالك دلوقتي؟ لا، هو الزمالك استغنى عنه. فاضل له سنه وانا بعته. انت بعته نهائي مش اعاره زي احمد المرغني. لان هو كان مصمم عايز يمشي. وكان عندي اكتر من عرض. كان في انديه كتير مش عايز اقول اساميها. تمام. والمرغني نفس الشيء. انا اقول لك موقف يعرفه ناس قليله جدا. المرغني طبعا لسه صغير، لعيب صغير. المرغني زي الايام ديت كان في شهر لسه بدري جدا. المرغني ماضي 5 سنين مع نادي الزمالك. تمام. جه الناس في النادي المصري وسمسار وبوجود الناس المسؤوله في النادي المصري وماسك النادي المصري دلوقتي مضوه على عقد انتقال للنادي المصري، وهو ماضي في الزمالك. يعني اللعيب يتوقف. انت عارف عقوبتها يعني ايه؟ عقوبتها ايه؟ هيتوقف. مين؟ فلوس. مين اللي توقف؟ احمد المرغني. ومين تاني؟ المصري. مش دي واحد دولي، الاتحاد الدولي. وفي الاخر وتغاضيت عن الحته ديت، قلت معلش عشان الناس دي العلاقه اللي بيننا وبينهم، والعلاقه اللي ما بين النادي المصري والزمالك. ومجلس الاداره ما رضيتش افتح الموضوع معاهم. دي لو هيتعاقب فيها النادي المصري عقوبه صعبه جدا، انك بتمضي مع لعيب ماضي 5 سنين في وقت غريب جدا، ولعيب صغير، واللعيب هيتاذي. انا بالنسبه لي اللعيب يتاذي عشان يعني انت المواقف دي كلها بتبين ان انت بتحب النادي المصري. لكن ارد لك على الموقف كمان اللي انت انا معايا تليفونات برضو عايزه تشاركنا، وفي نفس الوقت في اسئله كتير عايز اقولها للكابتن ابراهيم. اتفضل. مش عايز تليفونات عشان احنا نتكلم برضو. طيب خلاص، يعني بلاش تليفونات. الموقف اللي هو السنه اللي فاتت نادي الزمالك كان بيلعب في بورسعيد وكسب 3 ولا 4 تقريبا. لو تفتكر احنا كنا جايين من المركز ال 14، ونادي الزمالك بعيد عن بطولات افريقيا بقاله 4 سنين. صح؟ ماشي بخطوه كويسه عشان توصل تلعب. وكنا بنلعب على البطوله السنه اللي فاتت بفعل فاعل طبعا، ماتش انبي وفرقه والفريق المنافس، والماتش الحرس، ماتش الشرطه، والكلام اللي حصل وماتش المقاولين. ماتشات خلصت عليك بفعل فاعل برضه في نفس التوقيت ده اللي احنا فيه. فانت لازم كان وراك بتروجيت، وراك مش عارف انبي، وراك الاسماعيلي، وانت لازم تلعب على المركز الثاني عشان تلعب افريقيا، على الاقل تاخد مركز ثاني عشان تلعب افريقيا. فانت ما بين نارين، وما ينفعش ان انا اسيب، يبقى انا لا، هو ما ينفعش في اي موقف، يعني حتى لو في اي موقف. عيد اللقطات اللي حصلت، حسام وطارق سليمان والجهاز بتاعنا ما اتحركش من على الخط، ما اتحركش من على الدكه احتراما للنادي المصري. بقى نجيب اجوان، ما حدش بيفرح. طارق سليمان الناس لامته انك انت ازاي ماسك نادي الزمالك وجبت جون ومش سعيد، وحاطط ايده على وشه عشان هو ابن بورسعيد طبعا. تمام. وطارق وحسام ما اتحركش من على الدكه. طيب عايز اسالك سؤال بس. اتفضل. حسام وابراهيم حسن، يعني كل المشاكل اللي حصلت في الفتره الاخيره او قبل كده، مش حاسس ان ابراهيم وحسام في حاجه مشكله عندهم انتوا ممكن ما تكونوش حاسين بيها، لكن هي دي اللي بتعمل لكم مشاكل حواليكم مثلا؟ مشكله الصراحه. وبتقول لا وراها ورفعينه. فانا بقول لا وراها ورفعينه. اقول لواحد عنده، مش عايز افتح حاجات عشان انا لو فتحت هتبقى مشكله. يعني انت شايف ان المصريين ما بتقبلوش الصراحه خالص؟ لما تبقى صريح وبتقول، ولو ما نافقتش لازم تنافق، تزعل الناس منك. لازم تنافق. يعني انت دلوقتي هل احنا نستاهل، يعني عامه بقى نستاهل ان انا وحسام نتشتم بامنا بالطريقه دي في بورسعيد؟ والراجل مراقب وراجل حكم ما وقفش الماتش حتى مره. المفروض لما كان في مسؤول في اتحاد الكره ولا اي حته لما يتشتم ولا الحكم بيتشتم يوقف المباراه ويدي تعزير مره واثنين ويلغي المباراه. بنتشتم اكتر من 90 دقيقه والقصه تعدي كده، ومفيش عيب. مفيش ان احنا تعبنا وحاربنا عشان النادي المصري انا وحسام مرتين نقعدوا في الدوري واحنا مدربين. تمام. الاخر وقبل ما نمشي كنا سايبينه في المركز الخامس بينافس على البطوله واتعمل له فرقه. مفيش ان احنا النادي المصري من ساعه ما كنا ماسكينه عملنا فرقه وعملنا كيان للنادي المصري. مفيش خالص ان احنا تعبنا
مفيش ان انا كنت هاخد 5 سنين زي ما قلت لك. تمام. احنا طبعا يعني بنتمنى ان جمهور بورسعيد والعلاقه ما بينه وما بين كابتن حسام وابراهيم، انا بقول لك انا برد على انت قلت مواقف كتير. انت وهو ده انما بروح اسماعيليه الناس في انديه القناه زي ما بتتكلم، السويس اسماعيليه ناس جميله جدا، والسويس ناس جميله جدا. ناس رغم ان احنا ما لعبناش هناك ولا عملنا حاجه، الجمهور الاسماعيلي بيروح هناك احترام غير عادي، سواء كنا بنلعب مع الاهلي او مع الزمالك او مدربين. طيب عايز ارجع تاني للاحداث الاخيره بعد مباراه، والسؤال ده برضو يتعلق بيا شويه من ناحيه انا عايز ارجع لماتش المصري. هل ينفع معلش طيب ماشي. هل ينفع فريق راح يلعب ماتش كوره ورياضه نوصل نقف على المنفذ بورسعيد مش عارفين نخش؟ ما احنا اتكلمنا وشفنا الحاجات دي. ب100 عربيه شرطه، بعربات مدرعه قوات مسلحه، بصعقه، والناس عارفين. واسال بالامن كله بتاع منطقه القناه. عايزين نفتح صفحه جديده ما بين صفحه جديده ازاي؟ ما انا ما ضيعش. انا مش عايز اضيع حق فرقتي. انا دلوقتي انا رايح العب مباراه، تمام؟ فريق راح يلعب كوره، انا بتكلم باسم الزمالك، راح العب مباراه. ما ينفع اللعيبه دي تتعرض للظروف دي؟ ينفع اقف تحت مش عارفين نخش بورسعيد لان الجو والدنيا وجيش وصعقه وبوليس يقول لك الجو صعب ان احنا نخش دلوقتي، نقعد ساعه ونص او ساعتين بره ونستخبى في الشوارع بتاع بورسعيد، ونخش اول ما نخش الاتوبيس يتكسر ونخش نستخبى في فندق من الفنادق اللي قبل الاوتيل لحد ما الجيش يفرق الناس. ينفع نخش الاوتيل الساعه 1 بالليل وانا المفروض الساعه 10 بالليل يكون اللعيبه متعشيه ونايمين عشان الماتش ثاني يوم؟ تمام. ده جو كوره؟ ليه كل ده ليه يعني؟ ليه ده احنا يعني طب انت دلوقتي مش عايز يا كابتن ابراهيم تحسن علاقه ما بين حسام؟ انا عارفين الظروف دي كلها، في ناس محترمه يعني انت دلوقتي بس عشان عايزين نخش في حاجات ثانيه عشان وقتنا طبعا. في ناس محترمه زي ما كنا بنتكلم في الفاصل. تحب تقول ايه برضو لجمهور بورسعيد بسرعه كده عشان برضو الموضوع يعني؟ انا حزين، انا وحسام عايزين نصلح القصه وعايزين انا حزين. انا ما ينفعش اتصلح معاه وتشتم امي بالطريقه دي. انا حزين وانا ندمان ان احنا تعبنا في وقت من الاوقات مع بعض الناس، مع بعض. انا برضو مش عايز اجمع، تمام، في ناس محترمه مع بعض الناس اللي يعني اللي حته الاحترام ما كانتش موجوده عندهم. طيب يعني. كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن، الكلام كتر في الفتره اللي فاتت بعد التعادل مع طلائع الجيش والهزيمه المصري مقصه وبورسعيد وهزيمه النادي المصري، والبعض قال ان كابتن حسن شحاته والجماهير مش عارف ايه زعلتوا من الكلام ده، اتاكدتوا؟ وانا عارف طبعا من خلال كابتن حسن ان حصل اتصال ما بين كابتن حسن وكابتن حسام حسن قبل المباراه بيوم، قبل مباراه الاهلي. طبعا انا ابدا منين؟ ابدا من الكلام دوت. احنا مش فارق معانا انا وحسام حته الكلام لان احنا على فكره انا ما بقراش جرايد، والبرامج حتى اللي هي شغاله ديت يعني مع احترامي البرامج المحترمه اللي الناس اللي هي عندها هنا ابيض نظيفه ممكن اتفرج عليهم، انما اتفرج على ناس فاتحه القناه بتاعتها عشان مجرد كل واحد ليه هدف معين، ليه هدف يوقع، اللي عايز يشيل منظومه، اللي عايز يشيل اتحاد، موجه كل تفكيره كله ازاي البرنامج بتاعه وصاحب القناه وصاحب الدنيا كلها موجه عشان اشيل اتحاد الكوره واحارب واعمل جمعيه عموميه واتصل بدوت واتفق مع دوت واحارب محاربه رهيبه جدا واخبط ان ادام دوت مش مرتاح له ازاي اهيئ الجو. يعني انت مثلا بعد كابتن حسن شحاته يعني أنا في الوقت اللي هيتشال في الوقت اللي هو قصدي الوقت اللي هو استقال فيه او اتشال مش هي واحد على فكره انا برضه لازم اديله حقه ولازم لا انا مش عايزين نتكلم على كابتن حسن عشان انا موجود، فاحنا عايزين ايه؟ انا بسالك اسئله خارجيه. صدقني الكابتن حسن لو في حاجه مع احترامي ليك كامل هقول لك في حاجه وحاجه اللي انا ما بعرفش اتلون. حسام حسن قال لك كابتن حسن انجز وعمل تاريخ صعب، اتمنى ان يتكرر. انا عايز اعرف بس صعب ان يتكرر. تمام، عايز اعرف اللي حصل ما بين حسام حسن وحسن شحاته في المكالمه اللي تمت قبل المباراه بيوم. انا عايز اقول لك بس قول عشان احنا ما عنديش وقت عمالين يقولوا قدامي دقيقه. اللي ورانا يستنى. ايه اللي ورانا يستنى؟ مفيش يا كابتن. القناه عشان الخريطه والنهارده اول يوم وكده معلش. انا جاي عشان خاطرك. لا ما انا هجيبك تاني ان الحلقه ما كفتش. يعني اللي جاي هتكلم كلام ما يعني ما والله مش مشكله بسرعه معلش مش مشكله. انت عندك البرامج بقى كل واحد موجه عارف اللي هي واحد ماشي يعني ما تاثرتوش بالكلام ده، بيفرقوا ما تاثرتوش بالكلام ده. تركه كابتن حسن شحاته اتشال كل واحد ليه بقى مين المدرب ده والمدرب ده رشح هنا والقناه ديت ارشح دوت بقت متفرقه. نسيوا احنا طبعا الموضوع مش في دماغنا خالص
انا شرف كبير ان احنا ماسكين نادي الزمالك، وجمهور الزمالك ده بالنسبه لنا انا بستمتع انا وحسام اللي بنشتغل في الزمالك. اتفقتوا مع الاداره على التجديد السنه الجايه؟ مجلس الاداره كان واخد قرار من فتره من 3 اسابيع ولا اقل ولا اكتر مش فاكر بالتجديد لينا، واحنا رحبنا ومفيش اي مشكله في القصه دي. يعني اتفقتوا بشكل نهائي ولا انت حاسس ان المجلس الاداره مستني يشوف هيحصل ايه في الدوري؟ لا انا بالنسبه لنا ما فيش مشكله، احنا مرتبطين بنادي الزمالك ومجلس الاداره لو شايف ان حد احسن مننا ان يوصل نادي الزمالك للهدف اللي هم عايزينه، احنا بنرحب بالعكس، ده هنساعد الناس اللي جايين، مش زي الناس بسرعه كده في 10 ثواني لجنه عمالين يقولوا والله في الاربي يستنوا اللي جاي لجنه الكوره عشان في موجز انباء كمان. لجنه الكوره اللي سمعنا عليها النهارده في الجرايد ان في لجنه كوره عشان تساعد حسام ابراهيم. لسه ما اعرفش الموضوع ده خالص. لجنه الكوره كانت موجوده قبل كده، متفقين ان انا والكابتن طارق جنيم والدكتور اشرف صبحي ان احنا القصه ديت نظبطها. بالنسبه تساعد في ايه؟ تساعد في اللعيبه اللي هتيجي؟ ها؟ ولا تساعد في ايه؟ ايه؟ تساعد في اللعيبه اللي هتيجي يعني؟ تساعد في اللعيبه الصفقات، تساعد مثلا حسام ابراهيم محتاجين حاجه. انا سمعت كده في الجرايد النهارده، قريت او في موقع الانترنت. ما هو بيتكلموا، ما اعرفش انما حسام ابراهيم ما بيردوش بالكلام ده. حسن شحاته هتعترضوا؟ اتصال لا انا اشوف المناسب ليا ايه والفريق. تمام. كابتن حسن شحاته اتصل بيا، بس انا طبعا ما كنتش كنت نايم، اتصل بحسام طبعا وضح له ان هو الموضوع دوت مش موجود خالص والقصه دي، وطبعا نادي الزمالك كله عايز يخدمه وبتاع. حسام قال له يا كابتن اي حد يجي يشتغل في نادي الزمالك احنا نساعده مفيش مشكله، انما احنا بنشتغل بضمير، ما عندناش هدف، احنا بنشتغل عشان المكان دوت، ما عندناش في لحظه والتفكير في دماغنا ان احنا مخلدين في مكان زي الناس اللي عايزه تبقى مخلده في مكان، زي الناس اللي رئيس النادي عايز يفضل بيعترض على لائحه عايز يفضل اكتر من 8 سنين والقصص دي، واحنا بتطلب من رئيس جمهوريه ما يقعدش اكتر من مدتين. ازاي انت بتطلب من رئيس جمهوريه ما يقعدش اكتر من مدتين وتطلب من رئيس نادي عايز يقعد اكتر من؟ انا بتكلم عامه يعني. عامه. طب كابتن ابراهيم خلاص لازم نختم حلقتنا، نتمنى لك التوفيق، نتمنى للكابتن حسام التوفيق. الدوري راح ولا لسه؟ ده احنا اول كلمه طلعنا من الملعب في اوضه اللبس للعيبه ان احنا بنكافح 3 ماتشات الجايين، وربنا كبير ان في معجزات بتحصل، مش معجزات في الكوره ما تستناش يعني لسه الزمالك هيلعب لغايه نهايه 3 ماتشات للمنافس ليك و3 ماتشات لينا، واللي ربنا كاتبه ايه اسعى، احنا بنقول للعيبه اسعى واجتهد واشتغل واثبت ان انت كنت تعبت السنه دي. طيب. واللي ربنا كاتبه يكون، ولسه كل كوره فيها كل حاجه. بشكرك كابتن. لسه يعني ان شاء الله، معلش انا اسف طبعا عشان الوقت، وهستضيفك تاني وتشرفنا تاني ان شاء الله كابتن ابراهيم. عندنا ثقه في ربنا ان شاء الله ان ممكن الامور يعني طول ما انت راجل عندك ضمير وعندك قلب وبتخلص تتوقع الخير، فده ممكن يحصل اي حاجه ان شاء الله الفتره الجايه. بشكرك كابتن ابراهيم، شرفتني النهارده، نتمنى لك التوفيق في الفتره اللي جايه مع كابتن حسام حسن ان شاء الله، ودايما تفرحوا جماهير نادي الزمالك. شكرا كابتن ابراهيم حسن. ربنا يخليك. بشكر كل المشاهدين اللي اتفرجوا علينا النهارده، ونتقابل بكره ان شاء الله وحلقه جديده مع كوره كل يوم.